كل حاجة يعني ما هوش شاب داخل في اللعبة السياسية، مدرك ويعرف ويريد إدخال البلد دي في نفق مظلم. يعني هل هو كمان يرغب في تقسيم مصر؟ معقول يا أستاذ مصطفى؟ مش دعوة تقسيم ومش تقسيم، لكن الطريق اللي ماشي فيه هو ده يؤدي إلى هذا الانهيار. يا سيدي أنت كنت واحد من مرشحين الرئاسة، أهلا وسهلا، اتفضل موجود امشي. لكن دلوقتي بتدخلني بقى بعد لقائك مع كارتر، بتدخلني في أزمات حتى الآن، وجاي تقول لي رئيس توافقي، وجاي تقول لي كذا وكذا. يعني ايه رئيس توافقي يا دكتور بلدي؟ يعني ايه؟ يعني مين اللي يجي رئيس توافقي ده؟ وازاي نتفق عليه؟ بقى انا عايز اعمل انتخابات رئاسيه طبيعيه واجيب رئيس جمهوريه منتخب من الشعب، تيجي تقول لي رئيس توافقي يقعد لمده سنه؟ هل ميدان التحرير هيقبل اذا يعني فرضنا ان مجلس الشعب انتخب بالفعل رئيس مؤقت في ظل العلاقه اللي احنا شايفينها اليومين اللي فاتوا ما بين ميدان التحرير، ما بين الثوار او الشباب الثوره، وما بين مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشعب، يعني او تحديدا خلينا نقول مش اعضاء مجلس الشعب، الغالبيه او الاغلبيه اللي في مجلس الشعب وهم الاخوان المسلمين. هل ميدان التحرير هيقبل برئيس منتخب من مجلس الشعب؟ لا انا لا اتصور. انا في تقديري ان هيهدأ ميدان التحرير. انا في تقديري ان ميدان التحرير زي ما انا قلت اكتر من مره هو ضمير الشعب المصري. وأنا بفرق بين الثوار الحقيقيين الذين حملوا على عاتقهم هذه الثورة ومضوا بها إلى الأمام، وبين من يريدون أن يدفعوننا نحو طريق آخر. مفيش حد، الأغلبية الكاسحة. أنت عملت استفتاء وأنا أنزل، ممكن عملناه من شوية الشارع المصري يميل إلى الاستقرار، والشارع المصري يريد لهذه الثورة أن تحقق أهدافها. الناس عارفة كويس قوي أن كثير من أهداف الثورة لم يتحقق. ثورة عيش، حرية، عدالة اجتماعية. مظبوط. بدأنا ناخد الحرية، ناقصنا العيش. كل مواطن مصري يجب أن يجد لقمة عيش شريفة. كل مواطن مصري لازم يحس بالعدل الاجتماعي، يبقى في حد أدنى للأجور. الناس الغلابة دي اللي قهرت في العصر السابق آن لها أن تقف على قدميها وتشعر بالحياة. الناس اللي مش لاقية صرف صحي ولا مية شرب ولا كهرباء لازم تشم نفسها. أصحاب المعاشات اللي أهدرت أموالهم وحقوقهم لازم تعاد لهم حقوق. مين اللي هيعمل ده؟ اللي هيعمل ده الثورة. اللي هيعمل ده أهداف الثورة التي يجب أن تتحقق. اللي بيحصل ده، الجدل اللي داخلين فيه ده هدفه ضرب الثورة ثم الانقضاض على الوطن ومؤسسات الوطن. عشان كده أنا عايز أرجع للمجتمع.